المقروض سلطان الطاولة الجزائرية في العيد ولا في أي مناسبة لازم يكون حاضر. أروح ندير كيف وصفة مقروض الكوشة بطريقة بزاف سهلة وناجحة من التجربة الأولى. والوصفة تاع اليوم خدمت بهذا السميد تاع سيدي مجبر نصف خاشن يخرج لكم المقروض تاعكم بزاف شباب. شوفوا كيفاش يجي عامل من الداخل، وكي تشرو منه كما قلت لكم اشرو نصف خاشن، ما تشروش المتوسط وما تشروش الخشن. وفي بول تاع الشوربه كيلت 3 كيلات تاع السميد كما راكم تشوفوا، انا دالي كيلو كامل تاع السميد. بنفس الكيله اللي كيلت بها نكيلها كيله غير ربع تاع الفرينه، مغرفه صغيره تاع الملح، ومغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه صغيره تاع لافاني، ونخلطوا مليح هاد المكونات الجافه. نزيدوا عليهم ربع مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، يعني في كيلو سميد ديروا ربع مغرف تاع خميره. ما تخافوش منها، ما حاش تخسر لكم كامل لافا وما حتمد لكم خفه برك للمقروط نتاعكم. وبنفس الكيله اللي كيلنا بها كامل المكونات نديروها كيله غير ربع تاع السمن يكون مذوب وبارد، ونكملوا هذاك الربع اللي بقى بالزيت. وكما قلت لكم السمن تاعكم لازم يكون بارد، ما ديروش سخون هكاك على السميد. ونبداو نبسو مليح في السميد وليدام نتاعنا بهذه الطريقه، يعني تحكموه بين يديكم وتبقاو تحكوا فيه. اذا بغيتوا المقروط تاعكم يجيكم شباب ويجيكم مرمل الله الله، بقاو تحكوا فيه هكا لمده 10 دقائق، يعني على بالي مده شويه طويله وتعياو، بصح الا بغيتوا نتيجه افضل بقاو تحكوا فيه كما قلت لكم. شوفوا في الاول كي هكا نسيو نشكلوا كره في يدنا تتفتت لنا كامل هذيك الكره، بصح بقاو تحكوا مليح في السميد نتاعكم بين يديكم كما قلت لكم، حتى كي تسيو تشكلوا كره بين يديكم تتشكل لكم كره بدون تشققات كيما راكم تشوفوا. يعني شفتوا في الاول كانت الكره تاعنا كامل تفتح وتتكسر، شوفوا دوكا كيفاش تشكلت لنا كره. هنايا تعرفوا بلي السميد نتاعكم راهو شرب كامل هذوك ليدام وراه واجد. نغطوا مليح السميد نتاعنا ونخلوه يبات لنا ليله كامله، لنتيجه افضل لازم تخلوه يبات. وهنايا بعد ما فاتت لي ليله كامله على السميد نتاعي، شوفوا كيفاش نلقاوه شرب لنا كامل هذوك ليدام. نجو نفتحوه، وقبل ما نبداو نشمخوه فيه، يعني ما نشمخوش كامل هكذا ضربه واحده، نقسموا السميد نتاعنا ندو الكميه اللي حنشمخوها برك اللي نحتاجوها نشمخوها، ومن بعد نكملوا الكميه الباقيه، باسكو اذا شمخناه كامل على ضربه واحده السميد نتاعنا حينشف لنا. وبنفس الكيله اللي كيلنا بها كامل المكونات نديروا نص تاع الماء ونكملوه بالمزهر ونبداو نلمو في السميد نتاعنا. وانا المقروط نتاعنا نلموه برك كيما راكم تشوفوا، ما رانيش نعجن فيه، راني غير نلم برك حتى نتحصلوا العجينه كيما راكم تشوفوا. بعد ما تحصلنا العجينه نغطوها ونخلوها تريه 5 دقائق ونعاودوا نولوا ليها. وهنايا بعد ما فاتت لي 5 دقائق شوفوا كيفاش هذاك السميد نتاعي لقيته شرب لي كامل هذاك الماء ونشف. نعاودوا نشمخوه للمره الثانيه كيما قلت لكم في الاول، ما تشمخوش كامل على ضربه واحده باسكو حينشف لكم، شمخوه غير بشويه وخدموا. وهاد المره نبداو نخدموا به مباشره، ما نخلوه يريح ما والو. وانا هنايا في المقروط حندير زوج اشكال. الشكل الاول اللي حنبدا به هو الشكل تاع زمان التقليدي، كما راكم تشوفوا ديت حربوش هكذا، درت له فتحه في الوسط، نديرو هذيك الغرس نتاعنا في الوسط ونغلقوا عليه مليح، ونبداو نزيرو عليه هكذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، باش هذاك الغرس داخل يمشي لنا، ونفتحوه على شكل حربوش طويل كما راكم تشوفوا. نسقمو شويه هكا الحربوش تاعنا بالكوبات ولا بالموس ولا باش حبيتو، ونجو نقسمو الحبيبات نتاعنا مقروطات. ونجو نسقمو لهم الشكل تاعهم هكا شويه بالكوبات باش الحبه تاعنا تاع المقروط تجينا شابه وتجينا واقفه، حتى نكملوا الكميه كامل اللي عندنا. وبالنسبه للشكل الثاني حد ندير تاع الطابع يعني البريستيج كما راكم تشوفوا، نجيبوا كميه من العجينه تاعنا نوزنوها وزن 40 غرام، والحشوه نديروها 12 غرام. وهاوليك الطابع اللي حنخدم به. نجيبوا العجينه نتاعنا كما راكم تشوفوا، نفتحوها في الكف تاع اليد نتاعنا هكذا، نجيبوا الغرس تاعنا هذيك لابول ونديروها الداخل ونغلقوا عليها مليح، نديروها داخل الطابع ونطبعوا، وحد خرجنا الحبه تاع المقروط كما راكم تشوفوا، حاجه ولا اسهل. وبعد ما نكمل كامل الكميه اللي عندي ما ندخلهمش يطيبوا ليه، يعني نخليهم حتى ينشفوا كامل وندخلوهم الفرن يكون سخون على 180 درجه،
يعني نخلوهم برا حتى ينشفونا كامل. كي نروحو نرفدو الحبه نقدروا نرفدوها. وهاوليك المقراط تاعي هنايا بعد ما خرجتو من الكوشه. شوفوا كيفاش طيبتو، يعني ما تحمروش بزاف، دوك مع الحسيله يزيد يحمر. والمقروط تاعنا هكذاك وهو سخون نعسلوه بحسيله تكون بارده بدون اي اضافات، يعني ما نزيدو لها والو، هكذاك من البواطه نعسلوه ديريكت. كما قلت لكم المقروط سخون والحسيله بارده، وباش يتعسل لكم المقروط نتاعكم مليح لازم تخلوه يبات لكم مليح باش يشرب لكم كامل هذاك العسل. اي فوالا هاوليك المقروط نتاعي بعد ما درتو في الكيسات. شوفوا لي كيفاش يجي ما شاء الله، ما يتفتح لكم في الطياب ما والو. هاد الوصفه سيوها على ضمانتي. وهنا الشكل الدوزيام سمحوا لي ما قدرتش نصوره لكم باسكو كانت عندي كوموند ومولاتو جات داتو هكذاك على الزربه، ما قدرتش نصورو، مي راني صورت لكم في الاخير حبه دوك تشوفوها. وشوفوا لي هذاك الزين، شوفوا لي هذاك المقروط شحال يجي شباب، الله الله. وهذه هي الحبه التالي اللي صحت لي من الشكل الدوزيام كما قلت لكم، كانت عندي كوموند. شوفوا هنايا كيفاش قسمتو، شوفوا هذاك الغرس داخل كيفاش يجي، شوفوا ما يجي معجن ما والو، يجي مرمل من الداخل ومعسل حتى للقلب كما راكم تشوفوا. وكانت هذه وصفتنا تاع نهار اليوم اللي نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. هكذا مبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تلاقاو في وصفات قديمه وسلام.